المهم اتجوزنا في 2014، فقعدنا من 2014 لغايه 2016 مفيش ابناء ولا حاجه. وربنا عايز كده، فربنا كرمنا في 2018 ودخلت مركز جنين وعملنا حقن مجهري. ما كانش فيه غير بويضه واحده. البويضه دي الدكتور قال لنا لا مش هينفع نحطها. قلت له يا دكتور اتكل على الله وحطها. يا الله. المهم كان هو معترض على حطيت البويضه. اتخانقنا على الله وحطيناها، وفعلا ربنا كرمني بفريده. يعني مش قادر اقول دي عندي بالدنيا كلها، بس الحمد لله عفريت. تحب بنت وشغلك زي الفل ويتأخر جوازك 7 سنين عشان والدك خسر تجارته، كان لازم تشيل الشيلة، وهي تصبر معاك عشان مؤمنة بيك، ولما تتجوز تتحرم من نعمة الولاد ثم تفرج. محمود ورانيا، أهلا بيكم في لقمة خير. رانيا مرات محمود اللي سمعتوا صوته دلوقتي على طول مشاركة في لقمة خير، مش بس بوجبات، وكمان اشتركت مع صاحبتها لما عرفت ان ما عنديش مكان في التلاجة وجابولي ديب فريزر. محمود عايز يعمل مفاجأة لرانيا وعايز يذكر قصتهم ويذكر ان ربنا عوض صبرهم خير بفريدة. رانيا نفسها في اخ الفريدة، فمحمود قرر يعمل لقمة لعل الله يستجيب، وقال لي اعملي احسن شيء، اطلبي وانا هجيب كل حاجة. عايز الناس تفرح وتتبسط وربنا يشوف فرحتهم. هنعمل النهاردة سمك فيليه وجمبري ورز وسلطة. والله انا عايز الدنيا ولا عايز اي حاجه من الدنيا. انا عايز دعوه حلوه، ناس كبيره وناس علاقتها بربنا كويس تصيب، بس كده هو ده الموضوع. بدعي لك ربنا يديك الذريه الصالحه يا رانيا، انت ومحمود ما يحرمك من الذريه ويجعلك مستوره دنيا واخره يا بنتي، ويجعل ايدكم ممدوده بالخير. ولما ربنا يرزقكم حاجه حلوه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديكي توأم وتجيب لنا برضه حاجه حلوه يا رونا انت ومحمود. وفي الختام مفيش ختام. محمود عايز دعوة حلوة وقالها بكل بساطة، دعوة تصيب. ادعوا له وشيروا علشان الناس تدعي له وتفرحوه. أشوفكم على خير يا أهل الخير.